ومن السينما على اغنيه حكيم. افرض مثلا يعني ان خصمتك يوم، وبعد كده يقوم مدخلهم يقول لهم ايه يا جماعه، شفتوا هم عملوا فيها ايه؟ يقولوا له مبسوط يا استاذ احمد، انت راجل صح الصح، احنا معاك. الباشا وصل اهو، يالا الباشا وصل حبيبي المستشار اكرم سلام منور. استنى يا استاذ اكرم عشان احط المايك. المايك لازم يتحط للاستاذ اكرم سلام عشان يسمعني بوضوح. حبيبي، حبيبي المستشار اكرم سلام اخويا المحترم، ثواني ما اشوف المفتاح. المستشار اكرم سلام الوحش. والله العظيم يا استاذ اكرم، الناس دي مصدقه نفسهم عمال، يعني جبت الصوره وهو بيبوس رجل الست، مع ذلك بتقول لك هتموت عليه، بتحبه وهتموت عليه. طب نعمل ايه تاني يا مستشار؟ نعمل ايه بجد؟ نجيبها ازاي؟ ما قلتلكش يا مستشار؟ مش الولد اللي مسمي نفسه كريم طلع اسمه سليمان سعيد من المنوفية؟ الواد طبعا سمع المقطع متسمر على السطح، ونسمع المقطع للمستشار. امال ايه؟ عاوز اقول لحضراتكم يمكن كمان سليمان بيكلمني والله العظيم بالصدفه. يا سليمان، وات يا مصطفى حبيبي، بص انا مسجلك الصحفي الشاطر على فكره، ومسجلك كده على الموبايل. مين ده؟ الاستاذ عبد المنصف اللي هو محمد مجني. طبعا. بص يا ريس، انا ازاي يا ريس الاربع شهور مسؤولين امبارح والعيال اصحابه؟ طب انا كمحامي نقد صحيح اول مره اشوف راجع. طب العيال اصحابه الاربعه، القاضي يا ريس حضرتك كنت ضابط اكاديمي، القاضي كان بيستخدم خد يا جنان قرب يلا مين يلا هو ده القاتل؟ ايوه مش ده قال لي سؤال يا باشا، اول سؤال كان بيسال هو ده القاتل؟ الاربع اصحاب يا ريس قالوا هو ده صاحبنا، هو ده راجل، هو ده القاتل. حلو قوي، يعني شركاء. واخدين بالكم يا جماعه؟ يمكن الاستاذ سليمان معايا دلوقتي على التليفون. سليمان، يمكن انا فاتح السبيكر دلوقتي وبنعمل فيديو للمشاهدين عندنا على صفحتنا الرسميه، وايضا على قناه. يا ريت تديني سياده المستشار. حاضر. ادوني. في بث مباشر دلوقتي لكل متابع برنامج مهمه خاصه. استاذ احمد رجب، بث مباشر لكل متابع برنامج مهمه خاصه، وحابب برضه يوجه شكر المعاليك على دور معاليك في القضيه، وعايز برضه يسال معاليك على الفيديو المصور على وسائل التواصل الاجتماعي، هل بالفعل ده راجح ام لا؟ ويا ريت هو مع حضرتك اهوت في بث مباشر. الو. السلام عليكم. والله ربع سقط. احمد على فكره يا جماعه لو يعرف ان اليوم الاسود، ده ان هو يعرض كمان الرقم بتاع الواد اللي مسمي نفسه كريم. لا هو بيعرض الرقم بكل ثقه قوي، بيقول لك اهو صاحبي بسجلك الصحفي، اديني خدت الرقم، واديني جبت صفحه الفيس، واديني جبت صورك كلها، فخلي احمد بقى ينفعك. والله العظيم الناس ديت يا مستشار يعني عالم هبل قوي، والله العظيم عالم هبل قوي. هم بيتعاملوا مع ناس مفكرين ان الناس دي يعني كده ياما اي حاجه. بس انا بقى هجيب لك حاجه تانية يا مستشار كده. لا ما حملتهاش للاسف. والله العظيم انتوا بتوعنا بتوع 3 ايام ابعت لي صور ابن العاهره. احنا هنسيبه يا مستشار؟ والله العظيم ما نسيبه ابدا. الواد عامل نفسه كريم مصطفى، وانا كريم مصطفى وانا المحامي، وداخل عمال ياخد من الناس التوكيلات. خلي بالك يا مستشار اكرم، انت اللي خلتني اوصل للمعلومه دي. انت النهارده لما اتكلمت في القصه بتاعت يوسف، لما كلمه على الفيسبوك وقال له انا المحامي بتاع راجح، فانا قلت يعني ايه المحامي بتاع راجح ده؟ فرجعت بقى ايه قضيه راجح،
فبص لقيت احمد ده في وشي وهوز، قلت الواد ده بيناي ليه هنا؟ اما ادخل كده بص، لسه بدخل وبشوف لقيت احمد بيقول والله العظيم صدفه، وتك قام جايب مين؟ الصحفي زميله الجميل ده اللي هو كاتبه عنده صحفي. بنبص على الصوت لقيناه صوت ابن الكلب. الله يخرب بيتك، انت من المنوفيه؟ ده انت ايامك خرا. اه والله ده انت ايامك سودة. وبقول لك عندي مفاجاه كده كمان يومين، ما لحقش يتهنى بالمفاجاه، ما لحقش والله يا مستشار. فكل حاجه جت واسمك وكل حاجه، وعشان اتاكد دخلت جبتك من صفحه احمد نفسه، ما دورتش عليك على الفيسبوك، لا، دخلت على صفحه احمد الجميل. فين سليمان سعيد؟ جبتك من جوه، وهجيبكم واحد ورا التاني. محمد ابو راسين خلاص هانت، هانت. انا متاكد ان انت من المنصوره، دي حاجه مفيش في قلبها نقاش. الموضوع التاني بقى، اللي انا عايز اجيب صوره ابوك قبل منك، ابوك اللي انت خايف تقول اسمه، عايز اجيب صورته. انت ما شفتش يا مستشار؟ ده في فضيحه حصلت في البث بتاع النهارده، العيال عمالين بيلفلفوا مع بعض قدام المتابعين، وزوزو مناديل بتقول لمحمد ابو راسين انا حاسه ان صوتك فيه نبره حزن كده، وهو يقول لها والله انا فيها جرح كبير قوي. وبعدين يقوم جايب كومنتات اللي فيها الحب بتاعت المتابعين، ويقول لها جوجي بتحبك، جودي بتقول بحب زينة، وهي تقول له انا كمان بحبها، يا ريت تكون حاسه بيا، وهو يقول لها لا احنا كلنا حاسين بيكي. لا البث بتاع النهارده يعني بتاعهم ده فيه لفظفه كتير قوي. ثواني اتفضل يا مستشار. معايا يا كبير معاك. انت بتقول انت اللي عرفتني وجالي مكالمة، انت بتقول انت اللي عرفتني وجالي مكالمة، اه والله العظيم انت اللي عرفتني يا مستشار بالكلام اللي انت عرضته في البث اللي كان قبل ده بتاع يوسف. انت بتقول لما كلم يوسف قال له انا المحامي بتاع راجح، فانا رجعت وقلت طب انا هجيبه من النقطة دي، ادور عليه من النقطة دي. فلما رجعت هو فعلا تبع القضية بتاعت راجح، بس مش هو المحامي الاصلي، هو ده بتاع المشاوير يعني مثلا. يعني اللي احمد هوز يقول له خد التليفون وخليني اكلم المحامي بتاع راجح، فهو يروح المحامي بتاع راجح، والمحامي بتاع راجح ده يعني عمل المستحيل، وانا كمحامي نقد وما عرفتش اعمل الحاجات دي، الراجل ده هايل، الراجل ده مش عارف ايه، زي ما حضرتك سمعت كده. فانت اديتني الخيط اللي امشي عليه. لسه بقى ان شاء الله من خلال رقم تليفون عمار، هجيب عمار برضو ان شاء الله، ومن خلال محمد ابو راسين متاكد انه من المنصوره خلاص. هي مساله بس وقت، واحط صوره مراته وهي حامل ولابسه الفستان الواسع ده، وبتقول ربنا يرزقني بالطفل الجميل، وكلنا هنتفرج وكلنا هنتبسط، والناس عماله تحب في بعض، ومدخلين قضيه صدفه جاد في قضيه حضرتك ملهاش اي علاقه خالص بيها. لما حتى المتابعين نفسهم طفوا في وش محمد ابو راسين ومشوا، نصهم خلع. سمعني تاني. والله مات عشان يعرف. اسمعك تاني يا كبير اهو، اهو ابن الكلب. ثواني، ثواني الحلوف، واحمد بيأكد على الرقم، بيقول لك شايفين شايفين. عاوز اقول لحضراتكم يمكن كمان سليمان بيكلمني والله العظيم بالصدفه. يا سليمان وطي بالصدفه حبيبي. بص انا مسجلك الصحفي الشاطر على فكره، ومسجلك كده على الموبايل. مين ده؟ الاستاذ عبد المطيب اللي هو محمد مجدي. طبعا طبعا طبعا. بص يا ريس، انا ازاي يا ريس الاربع شهور مسؤولين امبارح والعيال اصحابه؟ طب انا كمحامي نقد صحيح اول مره اشوف راجع. طب العيال اصحابه الاربعه، القاضي يا ريس حضرتك كنت ضابط اكاديمي، القاضي كان بيسلم انت خد يا هنا قرب يلا مين يلا هو ده القاتل؟ ايوه يا باشا. مش ده قال لي سؤال يا باشا، اول سؤال كان بيسال هو ده القاتل؟ الاربع اصحاب يا ريس قالوا هو ده صاحبنا، هو ده راجل، هو ده القاتل. حلو قوي، يعني شركاء واخدين